حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا مش هتكلم كتير النهارده في الفيديو. شايفين اللي انا عاملاه ده؟ بصوا، بعجينه سهله جدا بربع كيلو من الدقيق عملت كل ده. بصوا بالعجينه بتاعتنا الاقتصاديه اللي انا بعملها دايما معاكم، سهله وجميله جدا، هتنفع معاكي للعشاء وولادك هيفرحوا بيها. بص المنظر، بصي بسم الله ما شاء الله. بص العجينه هشه معانا ازاي، ما شاء الله. بص العجينه من جوه، بوريك اهي. ايه رأيك بقى؟ بصي، يا ريت تقومي تفرحي بيها ولادك. لو عجبتك بقى تابعي معايا الفيديو. بسم الله. بص، هنبدأ معانا كوباية المية الدافية، ومعانا كيس خميرة. بص انا بعجنلك بمية، مش بعجنلك بلبن ولا زبادي ولا بيض ولا اي حاجة. بعمل لك عجينة سهلة واقتصادية تقدري تعمليها وما تبقاش متكلفة معاكي خلاص. ونزلنا بنص كوباية من الزيت، وهنقلب كل ده عشان الخميرة والسكر يدوبوا اهي. خلاص، هندوبهم اهو. هننزل بقى بالعجينه بالدقيق بتاعنا زي ما انت ما شايفه، ومعانا رشه من الملح، وهنبدا نعجن معاكي اهي. هعجن اهو معاكي اهو. انا جايبه ربع كيلو دقيق، ده ربع كيلو دقيق يا جماعه، بس انا ما حطيتوش كله، هبدا احطه بالتدريج، لما عاوز هبدا احط تاني. خلاص، هلم طبعا العجينه، وطبعا هرجع اعجن بايدي. صلوا على النبي يا جماعه، يا ريت تقومي تعمليها، سهله جدا. هنبدا بقى نحط الدقيق تدريجيا، وهنبدا نعجن بايدينا اهي. العجينه لسه ملزقه، هنفضل نعجن لغايه ما تفك من ايدينا. عجينه سهله واقتصاديه، مش مكلفها لك اي حاجه، هتقدري تعمليها وهتلاقي حاجتها عندك في البيت، مش هتشتري اي حاجه من بره. انا بعمل لك وصفات سهله واقتصاديه زي ما انت ما شايفه اهي. العجينه فكت اهي، مش ملزقه في ايديا، عجنتها كويس جدا اهي. بسم الله ما شاء الله. بصي العجينه معاكي اهي. خلاص، هنغطيها بقى ونسيبها ايه، تخمر. هنحطها تخمر على حسب الجو. بصي هنا خدت معايا نص ساعة بالظبط، وبصي اختمرت بالمنظر اللي انت شايفاه ده. شايفاه؟ بسم الله ما شاء الله اهي. خلاص، هبدأ اطلعها معاكي وهفضيها من الهوا اهي. هبدأ الم العجينة بتاعتنا. خلاص اهي، هنحطها بقى على الرخامة ونبدأ نشتغل فيها. خلاص، هنرش رشة دقيق على الرخامة، وهتبدأي تفرديها بايديكي بالمنظر ده. بسم الله اهو. صلوا على النبي يا جماعة. هنفرد في العجينة بتاعتنا بالنشابة اهو. هنشتغل في العجينة كلها، احنا ما قطعناهاش اهي زي ما انت ما شايفة. بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين العجينة بتاعتنا اهي؟ مش عايزينها رقيقة قوي، عايزين ليها سمك برضو. بسم الله اهو. هنبدأ نفرد بالعجينة، انا مش مكلفها لك، وهتحشيها بالحشوة اللي عندك بأي نوع جبنة اهي. هنبدأ بقى ناخد طرف العجينة، وهنبدأ نقطع شرايط كده زي ما انت ما شايفة بالسكينة. هنقطع 4 شرايط اهي. بسم الله اهي. بسم الله، بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بس ركزي بقى. خلاص، هنيجي بقى من الجنب التاني وهنقطع شرايط طويلة كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده اهو. خلاص، بص انا فرحت ولادي بيها، ويا ريت تقومي تعمليها وتفرحي ولادك كمان انت بيها. خلاص، هنحط بقى اي نوع جبنه، انا مش هحدد لك اي حاجه انت عايزاها. عندك رومي حطي، شيدر، موتزاريلا، براميلي. بص انا حاطه جبنه براميلي اللي لقيتها عندي في التلاجة عشان ما اكلفلكيش الوصفه. عندك نوتيلا كمان حطي لو عندك اهي. خلاص، وصفه سهله واقتصاديه، انا ما جبتش حاجه من بره، كله من البيت زي ما انت ما شايفه، واكيد كلنا عندنا الحاجات دي في البيت. خلاص، هنبدأ بقى ناخد الشرايط اللي احنا مقطعينها، هناخد واحدة ونسيب واحدة زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده اهو. شايفين اهي؟ سيبنا واحدة وخدنا واحدة اهي. خلاص، بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، خدنا واحدة وسيبنا واحدة. خلاص، الشرايط بقى اللي احنا مقطعينها هناخد اول شريطة منها هنحطها على العجينة من الناحية التانية، وهنعمل برضو نفس الحركة اللي احنا عملناها. هناخد واحدة ونسيب واحدة اهي. هنبدأ بقى ناخد ال4 شرايط بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنخلصه وهوريكي في الاخر هنعمل ايه. بسم الله اهي. وصفات سهلة
وعجينة سهلة جدا مش مكلفة خالص، يا ريت تقومي بقى تعمليها. خلاص هناخد الشريطة التانية وهنعمل برضو فيها نفس اللي احنا عملناه في الاولانية. مهم. يا ريت تركزي في الخطوة دي شوية عشان هي ممكن تلخبط معاكي شوية، بس في الاخر هتاخدي النتيجة اللي انت عايزاها. خلاص هناخد هنا اخر واحدة معانا اهي، خلاص حطيناها، وهنرجع كل الشرايط بقى اللي احنا ايه اللي هي في الاخر دي اهي. بصي هنقفل بقى كله، وهنيجي من على الطرف التاني بتاع العجينة وهنبدأ نلف فيها رول بالطريقة اللي انت شايفاها دي اهي. هتتلف معاكي بسهولة. بصي بقى المنظر، بسم الله ما شاء الله اهي، لفت معاكي بكل سهولة اهي. شايفين منظرها ما شاء الله، مديه شكل جميل جدا. يلا هنجيب الصينية بتاعتنا بقى، هندهنها دهنة خفيفة من الزيت وهنحطها فيها. الصينية بتاعتي كانت صغيرة، المفروض كنت فردتها، بس لقيت العجينة طويلة فانا عملتها شكل الهلال ده. شايفين اللي انا الشكل ده اهو شكل هلال. ودهنا على وشها صفارة بيضة وهنحطها في الفرن وهوريها لكم لما تطلع اهي. بصي بقى طلعت، بصي بقى شكلها، عايزه اقول لك ريحتها جايبه اخر الدنيا وما خدتش معايا اي وقت. وانت شايفه عجينه سهله واقتصاديه وتستاهل بصراحه التجربه. ويا ريت يا قمر لو عجبك الفيديو تشتركي في القناه، واستنوني في فيديو جديد حبايبي. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. سلام عليكم.